السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وش حالكم؟ وارحبوا يا ضيوف أنا الجدد. مرحبا والله ومسهلا. على ما قال بن جدران يا هلا ومية. أنا عندي موضوع بسولف معكم فيه لأني زين هذا الموضوع، الله يطول بقاكم، اللي هو أقسام الناس مع أهل الجمايل. يعني أنت إذا تجملت كيف الناس بيكون؟ يعني أنت إذا تجملت كيف بيكونون الناس معك؟ أنا على حسب ما شفت أنهم بيكونون ثلاثة أقسام، يا القسم ذا يا القسم ذا يا القسم ذا. أما القسم الأول والله يجعلنا وياكم منهم. الواحد منهم من ذا القسم لو تجمل معه بحاجة بسيطة والله أنه يشوف أنها أكبر من الجبل. المواقف اللي أنت تشوف أنها صغار عنده ما هي بصغار أكبر، أمنيته أنك تزهمه، يتمنى يحافظ، يعرف إيش معنى الجميل، يعرف الوفاء. لما أنك تجملت فيه يقول يا ولد أنا كيف أرد الجميل. لا جاي يفكر كيف يرد الجميل، يقول يا ولد الطريقة الفلانية هي بتعجبه، أنا كيف أعجبه. وفاء وفاء، هذا الوافي. واختم للقسم هذا، أنجى طريق ذكر جميلك، قال والله يا فلان له جميلا في بطني. وأما القسم الثاني يا كثرهم كثراه بعيدا عن ذي الوجيه، لما أنك تجملت في القسم الثاني هذا صد معك هو في البداية، راعي القسم الثاني ذا ما عليه وعلى جوك ويا زينه ويا طيبه، في الأمان أخذ حاجته وعازته صد. وإذا درى أنك في المكان الفلاني ولا في المجلس الفلاني ما يجي ولا يبغى يقابلك، وان قابلك له مستحي ومدنق، وهو يوم يدنق براسه ويتصدد لأنه يدري أنه رخمها ضعيف، ما هو بكفو يرد الجميل، يحفظه ولا يرده. يعني باختصار أن القسم الثاني ذا لأخذ حاجته عنه بيروح وبيكفيك خيره وشره. أما القسم الثالث يطر جيب غير يطر، هذا القسم ذا يبي له 10,000 سناب. القسم ذا هذا في البداية على الطلاق انك ما تشوف أطيب منه ولا أطلق منه، يقول بك كذا يرفع في البداية عيونك ما تشوف أجيد منه ولا أطلق منه، يقول بك كذا يا ولد. تقول أنت على الطلاق إني ثالث والد، لدرجة أنك تحس إنه يوقف في صدرك ويدري إيش اللي أنت تحبه ويسويه، واللي ما ادانيه ما يجيب طاريه ولا يجيبك حوله. المهم بعد هذه المقدمات اللي قد اشرحت خاطرك في الأمان، أخذ العازة اللي هو يسعى لها من زمان، اللي هو عينه عليها يضحك معك ويقول بك وهو عينه صوب حاجته، في الأمان قضى العزمة. هنقلب صبيح جني، هم تنكر، هم قام يلتوي بك ويتعدوالك ويحاربك، وأنت أخس ما يرتاح لين تموت. وعقب العلوم ذي كلها الله ما عطاه الوفاء، ما يعرف الوفاء، صار جميلك هذا مصيبة عليه. كيف يتخلص؟ لازم لا هو باللي يعرف يرد الجميل ولا هو باللي صد وذلف، لا هو ذا الحين مسوي نفسه انه ذكي. انا كيف اتخلص من الجحود ذا؟ يقول انا ذكي وبقنع الناس ان اللي حصل انه بفعل ذراعي ما هو بفلان ولا علان. الوك هذا انه بيسعى وبيتهبد وبذا من الاجاب الاخير ما يصح الا الصحيح. العرب انهم واعيين ما هم خبلان. انا بيعود عليك وهو معود عليك الا يوم الناس يوم هم يدرونه ردي ويسحبوا عليه وكرشوه تفلوا في وجهه، ولكن يعود عليك وتراه يغليهم وانت اللي فزعت له رخيص. يغلي اللي يعرف قدره ويهينه، وانت اللي طيب معه مع غيره يرخصك ولا لك قيمه. لما شاف الطيب الشهم الكفو شرواكم قال خني أتغانمه أستغل طيبته، ما يقول إن ذا كفو. يعني يا طويل العمر أنت يا المتجمل مع القسم الثالث، على ما قال مثل جزء المعروف 7 كفوف. وفي النهاية طوال الأعمار الواحد ما يتجمل علشان يرقب مردود الجميل، إذا أنك كذا فأنت ردي، لكن الواحد يحب يشوف الوفاء.
والله الذي لا اله الا هو ما بعد شافت عيوني اطيب من الوفاء. الوفاء علي الحرمك لا شفت الوفاء، انك تحس ان عاد الدنيا بخير والناس بخير. وفي النهاية القسم الثالث جنوا على غيرهم، قد هل الجمال اذا الحين يخافون على انفسهم، لا جاي الواحد يبغى يتجمل هتردوا فيه ورطوه. والله كم حمر عين اعرفهم انا تردوا فيه مضفع، الله يعزكم، لا صحة لا وفاء لا رجولة لا شهامة. وفي النهاية والله ما قلت لكم الكلام ذا إلا من محبتي لكم وأبي لكم الخير، فالرجال يعرف من يخاوي ولا تثق في أحد. سلامتكم.